شلون عامل؟ حياكم الله كلنا صدق الله العلي العظيم. وقال في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا. وفي آية ثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. إخواني، أولا نسأل الله بحق القرآن الكريم وبحق محمد وآله أن يسر على هذا الجمع المبارك، ويسر على بلدنا وعلى مذهبنا وشيعة أمير المؤمنين. رفاقة أنا دائما أحكيها، وهذا واجبي كسيد شايف. احنا قاعد كاتبين أخطار داهمة قاعد يهدد مستقبلنا جميعا. اسم شيعة علي بن أبي طالب الآن تعرفون العالم الإسلامي الحديث، راحت الدولة الفلانية ومشت الفلانية والخطر جاينا على الحدود. فنسأل الله بجاه محمد وآل محمد أن يكفينا شر البلاء، وأن يسلم بلدنا وإخواننا جميعا، خاصة بلدنا العراق، من كل شر. هذا أولا. وثانيا احنا عندنا تصير قضايا بيناتنا، وهاي القضايا يسويها الشيطان، يسويها الناس العقلاء اللي ما عندهم عقل، عقلهم يذهب بالشيطان، والصير طويلة وعريضة وهذه. والآن حضر ساعة الرحمن. النبي صلى الله عليه وآله عنده مجلس اسمه مجلس أهل الحل والعقد، ناس من كبراء قومه، مع العلم هو يجي الوحي، والله سبحانه وتعالى ما بيناتهم واسطة قبل يقول له قل، لكن مع ذلك ياخذ بآراء الناس عقلاء القوم. وعقلاء القوم إذا حلوا القرآن يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. العرف ما تعارف عليه العقلاء، واليوم العقلاء من محافظات متعددة، البصرة والديوانية، وجايين للناصرية وشيوخ الناصرية وسادتها، والبصرة وسادتها، والديوانية وسادتها، جايين على قضية. أولا يدلكم عظم الله أجوركم وجبر الله مصابكم،
والبقاء في حياتكم. وهاي القبيلة جايين لها آل إبراهيم، ما نريد نمدحهم وهم جايين، قبيلة أهل معروف وأهل كرم وأهل شجاعة وأهل عفو، ورفاقتكم جابوا سادتهم وجاوتهم من رضاكم. اللي يرضيكم يرضينا، وإن شاء الله نرضيكم وترضونا، وقبل رضانا ورضاكم رضا الله سبحانه وتعالى. احنا ناس عبيد لله، نريد ندور لنا حسنة، والحسنة إلكم وإن للجميع إذا سوينا شيء المعقول والمألوف. فإحنا جايين إلكم رضاكم وتردونا يصير، واترك الكلام لإخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. حقيقة سيد عبادي دائما نفتش الوجه اللامع عندنا محافظة ذي قار السيد الجليل، ولكن من باب الذكرى سيدي تفضل وحكى عن عشيرة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنين الذين إذا ذكر اسم الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. صدق الله العلي العظيم. من باب الذكرى بس السيد عرج عنا إبراهيم. أكيد عشيرة إبراهيم عشيرة إلها ساية بالعراق، واللي نوصي على إبراهيم بي ما رد نتوجه للمشايخ تفضل الأستاذ البقية قاطعتهم حديث. اللي نوصي على إبراهيم بي هلا بينا احنا كسادة ومشايخ عشاير، لأن هاي العشيرة يطرد عليها ساية من سوايا العراق أو من سوايا الناصرية، محافظة الناصرية. فلذلك احنا نريد يعني تقارب من عشيرة آل إبراهيم حتى تحلي العشائر البقية حذوها. هسه على القليل تقارب بوجهات النظر مع العشائر الباقية، وهذا طلب عندنا لا أكثر ولا أقل. واحنا جايين نرضاكم، نسأل الله أن يوفقنا ونقوم انتم راضين ونحن راضين. وصلى على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. مولاي خذ خصتك مولاي. انا بدي بس مستمسكات اوزعها عليكم. احنا نسولف وتلحق ان شاء الله. كله سهل كله سهل كله سهل. ما عندك يا ما عندك اخوتنا عشيرة آل إبراهيم. تفضل سيدنا تفضل تفضل سيدنا. الله يعزك الله يحفظك. انت كل احنا ان شاء الله لاحقين على الحكي. احنا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم الكتاب. انا حقيقه اشكر اخوي سيد عبادي والسيد اخوي نفسه عرجوا الى حديث، واحنا ان شاء الله حديثكم حديث خير وبركه، وانتم سادتكم هاي وناسكم تعرفوها اكثر من عندنا. انا المتحدث سيد سليم من محافظه البصره. وياي اخوتي كل عشائرنا الموقره جيناكم. يقول يا ايها الناس انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احنا ذكروا عشيرة آل إبراهيم حتى لا أطيل بالحديث، ولكن البارحة كانت عندنا مشية وأخونا سيد عقيل أخوكم من سوق الشيوخ من ذكرنا آل إبراهيم. احنا هسه آل إبراهيم صح نعرفهم، ولكن أكدها أنه قال العشيرة اللي رايحين لها باكر أنتم عشيرة معروف وعشيرة خير وتسامح وتساهل وبركة. اليوم الأحداث تصير احنا ما نستغرب في الشيء ونقول هذا في الشيء ما صاير، لو في كل شيء صاير عندنا بهذا وضعنا العام والخاص، وانتم قاعد تشوفونه يصير. ولكن اليوم المعروف اهم شيء يصير عندنا. المعروف والتسامح والتساهل هو اللي يذنب واحد وشريك الشيطان والعياذ بالله من الشيطان، ولكن البقيه تتحمل وزرها. واليوم احنا حاليا ضيوف لكم من البصره لعشيره آل إبراهيم خاصه ولمحافظة ذي قار عامة، وهذه المحافظة المعروفة بعشائرها بناسها بكرمها بجودها معروفة. نسأل الله أن يوفقكم ويحفظ الجميع بجاه محمد وآل محمد. حتى لا أطيل عليكم وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ما نطيل بعد الحديث، وخلينا بحديث السادة إن شاء الله الموجود، وخزاعة لرئيس قبيلة خزاعة الأخ زهير جاي على رأس هذه أخوانه، جاي لرضا الإبراهيم بغض النظر عن التفاصيل والشوائب واللي حصل ما حصل بهذا الموضوع. والموضوع نعرفه صار له فترة من الزمن بعيدة، وسعة الناس لإيصال هذا الموضوع إلى هذا القدر وهذا
المكان ان شاء الله وفراش الرحمات. ظلت خزاع اخويا جايت بالحمل والزمن نرضى لابراهيم. وشن هي يحسن خاطرهم وشن هي اللي يردونه ان شاء الله الساده والمشايخ يجاوبون وياكم وتجاوبون وياهم. هو اللي اهم شيء رضا الله ورضاكم ان شاء الله. اي صلوا على محمد وآل محمد. احنا من رخصة المشايخ السادة اغنونا السادة الحديث، واكيد ما عندنا حديث افضل من حديث السادة، وعززوه بآيات قرآنية واحاديث نبوية ودخلوا في التفاصيل، واكيد ما عندنا حديث افضل من حديث سيد عبادي. جزاك الله. لكن احنا نقول يا عمامنا آل ابراهيم، احنا الناصرية اليوم انتم تمثلون الناصرية كلها والقابلين علينا وابدين من الفرات الاوسط، ويا رفاقه هاي الوادم لها فضل علينا كثير بالله العظيم. نروح مرات ويطيحونها ترى، هاي الحوادث القضاء والقدر ما ياخذونها اصلا، فاحنا نريدكم تبيضون ويوهنا اليوم قدامهم، وان شاء الله تبيضون ويوهنا. وجزاكم الله الف خير ونعم الله عليكم. والحديث لكم. للابراهيم، الحديث للابراهيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بكل السادة والشيوخ والجهاء واللي فزع بالخير والمعروف، واهلا وسهلا بكم. وهي هاي الدنيا ابتلاءات. واكرر شكري للاخوه الساده والياويل اللي بذلوا جهودهم وصلونا لمجلس الرحمن، يعني فتره طويله صار مشكله عويصه ومعقده وفيها الكثير من الامور اللي اكثر الاخوه الموجودين ما عندهم تفاصيل كامله، بس احنا اخذنا هاي التفاصيل احنا واخواننا ابو صالح والساده الموجودين. اهلا وسهلا بكم، وخاطر ما نطيل عليكم وما نتعب هذا الجميع راح نخلي هو اللي الدم يتحدث. هذا استاذ تفضل تفضل تفضل. لا تفضل تفضل. حياكم الله اهلا وسهلا. انا اريد اسولف سالفتي. الانسان يخطئ ولكن ما تعابي عمامه او الطائفه. هسه انسان غريج وسوى انا اشرح على قيادة الغريج. وين صوت بالغ؟ صبر شوي صوتك شوي عليه. يشهد الله سيدي. قعدت الصبح يوم الجماعه من آل ابراهيم، قال ابوي فوق مقتول على التبليط يوم دواجن، عنده دواجن اذا ملك بالحيره. وهو ريال مطلوب حكم وعشاير. ما اعرف السالفه. نتنوع لنظريه مذبوح بسكين بمشايبهم، مذبوح بسكين. خلصت الفاتحه تقريبا تخلص، يعني الشيخ الشحمان وابو داوود الشيخ الرحمن. الانسان كل انسان وله حدود وله كذا. انا بالنسبه لي حياتي ما عندي علاقه بالغريج او واصل لهم او اعرفهم. قالوا ودونا الغريج اريد علق. ابويا شنو السالفه؟ قال الزلمه مقتول يم دكان عندهم على السريع يبيع شاي وكذا وهذه. اذكر عماد المسير موجود انت بالعلق لحد الان اذكر صار 7 ايام ومشى العلوقه. ريحه الرفاقتين اللي هم من بن سعيد اللي هم يثق بيهم ويثقون بي وهم المارين الليالي لهلا وماخذينه حسب اهلنا شد الناصر يعني مشكلين. الولد قال انا مصوب وعاركت. تعاركنا ويا ابو الدكان واتفقتوا واحنا نستهضم نخلي ببيتنا قادس. رامينا عليه وجبناه وجربنا المحل وانا مصوب. شفت الصواب مالي مو صواب. غلقه بنت تطلب صحيح تضرب من تطلع من النار لها شويه كبيره. اصلا هاي يوم 7 اصلا مو طلقه نهائيا. شويه هيك مال جداره وحكي ما قنعت به ابدا. فعلى كل حال قلنا منهم ضايق وهذا وانا تعبان. نقعد عداد سير طلب على طرف ثالث بس الغريب خذوا علق وما قعدوا عداد سير طلب مال ابراهيم موجودين والساده. وانت برفاقته شنو السالفه؟ قالوا احنا رايحين للبصره.
هسه السيد هاي مالت البصره هم مطلوبين عليهم دعاوى عندهم سلاح ومال السيطره. هاي مالت الجاي من الزبير مالت السبيل مستحيل. هاي انا لا اقول ان هاي سالفه كذب مال احنا رايحين للبصره اللي هم يسولفون رفاقي. فنروح للسيطره ورجعنا مرينا مرتين لابو الشاي مرتين وما قدرنا نطوف وصار هاي يشرب شاي ونرد. وش عنده ابو دكان قالوا يبيع شاي وماي وبسكت. فالولد تهجم علينا عنده تبقى شنو عليه مش قاعد هاي فجأة. هسه هم الشيطان موجود هم يصير هاي الحالة. تهجم علينا وعنده بندقية وقام يرمي علينا وطاح الزمت ليه. فاحنا رامينا وزرفنا المحل جبنا الزمت سوينا. ليش ما اعطيتونا خبر مثلا بالطريق متلقيكم مخزن البصره منا مخزن المستشفى شنو حطوتوه بالدواجن مالته ليش ما جبتوا لها ليش ما خابرتوني مثلا تليفوني هم عندكم. صار عندي اشكال هذا الحكي ما له صحه ولكن الله يكشف. شوف المصايب تجري على بنادم يا جماعه والله العظيم مصايب. اجت التبليغه يا سيد فوق ذاك الضير والقهر وجربي ما ندلي. وانا بالنسبه لي يا اخوي اذا ترجع على الدنانير العباس من يطون الناصريه طابوا باسمه ما يطيب جرحي طابوا. اجتني التبليغه مشتكي علي الزلمه هذا ابو دكان الكتاب وابويا خلينا نقول 2 3 من الغريب خلها عايشين عايش. الشكيه علي وعلى اخوي الثاني احنا 3 وعلى اخونا المتوفي. مرات انا منرد اسولف لي كذي يمكن بعقله صحيحه بس هي ربك مخربطها. فالمهم قلنا ابوي هذا اخونا احنا ذولا وهذا اخونا مقتول وهذا التاريخ اذكر يمكن 7 وهذا التاريخ وهذا الكاتله هو الكاتله خذوا من عندنا علد وهذا الشيء واضح. هسه بنادى مرات من يطيح له وينات ما يعرفوا مو داخل ومتحمل بس تجيبي لك الله ما بخني تحمل. قلت لهم صار حكي نقعد عند سيد طلبي رفاقته وكذا صار حكي. انا اللي افتهمت يا سيد جتني علوم يعني بساعة هي كل حادث تصير علوم الوادم تنشد وكذا. العلوم اللي جتني الولد الغريجاوي والكتال ما بي ذنب وما بي صوت وابتلى. هاي شنو الكلمات؟ شنو ما بي صوت شنو ابتلى شنو هاي؟ قيادة الكتيب والأسسة والكتيب نسيبه واحد يسمونه ابو سعد عوده البدري. هسه البدور 4/4 وياهل يعني بس اسمه ابو سعد ونسيبه. هاي العلوم تجي ظلينا ان الله والولد ما بيصوت وكذا حكي رفاقته رحنا للبصره وقفنا بذاك الصوب هذا الحكي كله بيشود مال سيد طلب مال ابراهيم بيهم الثلاثين بس وسد. وقفنا بسايد البصره ونزل اشترى ماي حكي رفاقته نزل اشترى ماي ورجع لنا. شوف احنا ظلينا سنه الا كظه والغريجاوي. شوف الحكي شلون مطابق تفضل رفاقته يقولون من رايحين احنا البصره ثبت البصره انا مستحيل يغوغون فوق من الدكان على خل. وقفنا ونزل هو الغريجاوي الدكانه مترين كرفان مترين بسايد الناصريه. هم من رايحين منا حسب حكيهم وقفنا بسايد البصره ونزلناه يشتري ماي رابطه. الولد من كظوه افاتته نفس الكلام نزل لي اشترى ماي وراح. اتصل بي البدري قال الزلمه نزلناه عندك ليش ما نفذت؟ قلت له مو هذا الاتفاق انتم متفقين وياي راح يجيبون رفاقته ما يثق الا بيهم. احنا ندري صحيح
ما يثق الا بذولا ومشاركهم بزرع ومنفينه ما يثق الا بهم وراح يجيبونه واحنا متفقين وياهم. الولد ايش قايلهم بالدكان؟ قايلهم انا ما اعرفه شخصيا. فالحاله شلون؟ قالوا لي راح نلبس رفاقته عسكريين قماصل عسكريين وهو شماغ وعربي كفيه وكذا. العرب انا حضرت سكين تسولف فمن نزل شوف الحكي شلون مطابق مال رفاقته ومال الافاده مالته. بالافاده مالته قال وقفت السياره بالبصره ونزل هو اشترى ماي ورجع. خابرنا عود مطير قال لي ليش ما نفذت؟ قلت له يابا مو نفس الاتفاق. هاي بالافاده موجوده هاي مال الحكومه. مو نفس الاتفاق، الاتفاق رفاقته يمي اذا ما قدرتي يصورون لي سند اذا ما قدرت. هسه هم ما نجدوا انا خاف منه هذا الرجل. اول شيء طويل وكذا وهاي. قال له بسيطه حضر روحك راح اخابرهم. راحوا للاستداره اتصل رجعوا نزلوا كلهم. حسب وفاته اشترى باكيت ماستر وهو فعلا يشرب ماستر. وذولا قال يمه مسدساتهم بديه. فاشترى باكيت الماستر ودار وجهه. وانا محضر سكينتي كبيره مال المطبخ فطعنته من الخلف برا فصرخ وطاح. انهزمت لفيت السكينه بالربط ورحت المفرزه مال الشرطه قلت لهم ذولا سلابه وكذا وهاي. فهم رجعوا بقى خذوا زلمتهم بالوديد وراحوا. انا ترى ما ابدا اجيب السالفه كلها وادوخكم تعبانين. تبنا هذا الحكي. شوف تنكضوا الولد نفس الكلام نفس الاحترافات. ظل سنه هو ظل احنا سنه عشاير وانا يشهد الله عليه. اسولف بس الشغلات المهمات يعني ما ابدا اجيب السالفه كلها يا عمي وانتم تعبانين والحكي يهيج ما ابدا اجيبه. أنا صار لي سنتين اتجاهي كلمة وحدة ما طلعت شينه دار غريب. ما شاء الله. تعبوا بالذات جاسم مال فارس هذا ابو حبيب وحجي كامل وحجي حجي ابو حبيب انت قريب يمي صار لك سنتين. طلعت من عندنا حكايه شينه اتجاه الغريب لا بدي لك ببخته لكن ابو حبيب انت حط شهر هذا رجال دشتي ننتحر قال شهر يجر شهر صار له سنتين. شوفوا الاضرار اللي جتني والاهانه وعين بعين الله. بس انا هم متفاجئ. هسه انا الانسان ادري بيغلط انا شايب والله. هسه الشاب والاشمر وكذي وصار انا اشرح على عمامه على شيوخ السعيد ناس مياويين يعرفون الحق ويعرفون هاي. انا يشهد الله علي حياتي لا طاب ابو عنيد والرجل هذا ابوهم لو طب للشادر ما اعرفه. شوف للشادر ما اعرفه. اشتكى علي دعوه ثانيه انا وعدنان بان الزلمه هذا عادل يركض وراي ويرمي فوق من راسي. هسه شنو هو معناته؟ ارمي فوق من راسي هو برميها واذا انا اشتر ورده ابتلاء هو برميه هو قاتله ارمي فوق من راسي. اجت التبليغه واللي ما يعرفك ما يفهمك رحت للزبون سجن دب شفيتك دب عقالك دب هدمك يلا شو القضيه؟ سبح عندي بركه ما عندي غير الله بالسجن بدي اسبح بيهم. قالوا مستحيل هاي السبحه مستحيل. بالمركز مال الشماليه مال هذا هاي يسمونه المركز مال الشماليه هم يكفل علي يسيروني للقاضي تاكيني بسلسله لواحد مصري كتابه السلطنه خلصت فيه ورحت للغاضي. سولف يا عمي قلت هذا الحكي ما له صح وشوفي لك العباد والزلمه هذا ابنه كاتل اخوي وهذا مقتبس الحكم. هسه الطلابه بها شركان وبها طرف ثالث وكل شيء يصير بالدنيا. كانت الحروب النوبه اجى قال القبض انا مرمي الريال رامي الريال هذا اللي حياتي لا ندل بيته ولا اعرفه شخصيا راميه بصاروخ انا ساعه بوحده بدي. هسه ما يخالي هم اشرح عليكم انتم كنا زملكم خلينا نقول صحيح انتم يا ولاد اهل البخت
واحنا ناس بسطاء، هذا الاجواء ريال نسولف وياهم واحنا نسولف، وعلى ابراهيم كل احنا حتى ديرت وياهم ماكو. هسه مش مذنبين هم، المذنب اجلمه من عندهم. اي قال الغضب علي ركبته له 3 ايام بالسجن. شوف، وهاي ما هم بعيدها مالت السلسله والميشين السناسل والدهر، عباره مجرم. وهم للقاضي طلعت يوم رابع قسما بالقرآن يلكتال اخوانه وابوهم بالمحكمه، وانا شوفت لا شيء لا يخفاك ونفرع. هاي يضحكون شوف العين علي. شنو هاي الواد اللي قلت له الله يقدر هاي شنو طرق قاعد نيتي خلنا نصبر. على كل حال ان الحكي يجرح حمار يداش. تسمع لي؟ ذاك اليوم خلينا نقول تدخلوا محاكم بالجماعة شفيت عذرة المسجد، وأنا اتضح لي الحكي كله ما له صح إلا بطوب البداية مع الرمي ورايحين للبصرة وكذا. نبدأ النوبة نسولف بحكيهم شلون دخل. رحت للمحل لقيته ما مزروف ولا طلقه. هاي اول بالنسبه للرفاق. الى فاده انا متعجب لحد الان، الى فاده مالته بدكان نفس النسخه مالت رفاقتي. اتفاق الله اعلم ما اجيت الرفاقتي قالوا هاي افادتنا. افادتهم المحل لقيناه ما له صحه ولا طلقه مزروفه ولا. رجعنا النوبه الحكيهم كله ما له صحه. اجى تقرير الطبي يابا قبل لا يجي التقرير الطبي الزلمه مذبوح بسكينه، وقبل لا يكظم غير يجاوب مذبوح بسكينه. قالوا لا دين اليمين لا سكينه ولا طلقه. يابا احنا هم جايين طلقه، الطلقه تزرف والسكينه الشد. جيت رجعت رحت ادور هجومه جبت شفيته. احنا مستبشرين منهم رفاقتي عندنا سيد طلاب متنقب صوبين الدنيا بارده 7 سنين. ريحه تشفيه بدمها لحد الان موجوده بعلاقه قضامها كل شك هاطوله. شوف سكينه مقابلهم. لان تسالهم قال لك الدكتور يشرب عرق وكذاب. شردك بس من شفت السكينه هاي الشفيه انتهت بعد القصه. على كل شويه الامور كشفت الامور وكذا. خابرني الشيخ آل ابراهيم هذا قال اقول له قلت له قال اتصلوا بي يا ولد اللي هو بتشاي ورفاقتي يردوني وايهون اعطوني خفايا. قلت له حج احنا هاي شنو ذنب الناس الياود احنا ما نختار لا عليهم نروح الوايهم. احنا هم بينا 10 15 عبد ابراهيم الخزعل معروف ابو خليل ويا حج بتشاي ورفاقتين هم سيارتين. احنا اللي افتهمناه منه العلق بيها يدي يخلص بدد لنا العلق وقعد وسكت عندها لك، واحنا راح نروح الطرفين للحد وعد ونتكاشف وانت لك اتهامك. قلت لهم انا ادور على الصدق، ادور على الصدق. سولفوا وياهم مال ابراهيم قالوا لهم يا حج بتشايش واحنا كلنا نعرف الحج. انت سولف لنا. قال حج بتشايش انا ما اسولف. كمل 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 كمل. انا ما اسولف وابوح بكلام هنا الا انت كاتب وانت كافل ونروح امال التحكيم امال الحج. وما اقدر اسولف هنا نهائيا. انا كيفت وبختكم ليش؟ لان انا اريد الصدق يا جماعه، بس الصدق. راحوا لبن نصر الله خذوا لهم شهر مداهره. انا راغب الشغل على بعيد وعندي اثباتات. مداهره وشهر هذا يقول لي هيك هذا يقول لي هيك. ترى وللعلم هم ذول المتهومين هسه السعيدي والبدري والكذا يتخابرون هالحكي عندي اثبات فيه. بس الشغله تخصنا طيحها. شوف على كل قعده وعده بالنصر الله هذا موجود.
تكاتفوا الطرف الاول والطرف الثاني. انا ما نبي الشقر بعض، اراقب بس بالسالفه. وتريا مثل الهلال ليه متى الغريج يقعدون ويحكون الحكي عند خفايا، ما نحكي الا بالحق الا نتكاتف. وتريا الصدق تكاتبوا وتكاتبوا. هسه النوبه انا ساليت برا لفايد هم قعدوا لهم عند خير، يا شنو اخبارك؟ شنو مثلا ايش حكى الغريجاوي؟ انا ودي يعني هذا الحكي كله شيء بعقلي، مع حلقه وهي سكينه وتقرير طبي والاثباتات وللبصره والمحل القرف، هاي الامور كلها الله كشفها. اللي افتهمته ما كفاد الغريجاوي، شفت السياره وشرده. هاي شيء. الشاي يقول ما راح الحق وابدا اسولف وابدا انا بيني وبين نفسي قلت هذا زين من الخير قعدوا عندي، ربما ما يريد يحكي او كذا وكذا، ببالي صار خلنا نروح الباص مال المتر للفريضه. امسى بيهم فرايض. قلت له حجي، قال ها. قلت له فرابطكم طلعت وهذا شيء يخصكم، انا ما اقدر اتدخل بيه، بس اشرح عليك الكتاب اللي ودى لك بالنصر الله باسمي. قال لا، بالطرف الاول السعيد وربعه والطرف الثاني الغريب. قلت له انا مالي، انا شاب بالاستبطال على كلها هاي فراضه ما بدي اتدخل بيها، وفراضتكم غصبا علي انفذ. انت كاتب خل عادل يرى باليمين وكذا. اليمين ذول المتهومين كل واحد يحلفون اخوانه خمسه يقولون فلان ما قاتل كاظم مال كسار. خير يلا ابوي حلفوا حتى فراغ كلمه واحده والكتب موجوده، وشوفوا المغالب بالطلايب. ترى المغالب مو بس يتفقون، لا بساتر بالكلام وبالحفن وبالكذب. يحلفون عن المتهم خمسه اخوانه يقولوا حق هذا اليمين فلان ما قاتل كاظم مال كسار. حلفوا ولكن الله يكشف. اتضحوا بعدين هاي الفقره بس خونه وما يثق بيهم وبس اخذوه ما كاتبينه. والكتان بالشاي هذا اللي يبيع شاي الغريجاوي اللي عنده دكان ما كاتبين هم صحيح يمينهم صحيح. الغريجاوي يفصل فصل مال دعم مال سياره، هاي هذا محترم. انكض الغريجاوي والتقرير الطبيه والحكي تكشف كتبوا الفرايض. شو اسمه هذا الفراضه مالتنا ملغيه. ملغيه تتوقف لحين ظهور ادله جديده ونوصل نتيجه ملغيه لحين الولد الحكم لحين التمييز. اذا طلع براءه نرجع لفراغتنا، واذا تمييز ثبت عليه بعد ملغيه فراغتنا. فعلى كل انا بهذا الحكي رحت الباسم سيرت عليه قلت له باسم قال حجي باسم شو ما لك الحكي المكشف ماك احلى منه، انا دايخ فراغتكم ودايخ هاي المصايب. انتم هسه قعدتوا ويا السعيد والسعيد الافاده مالته ما غيرها، رايحين للبصره وكذب ضايع خلها ما الغريجاوي شنو فاتك؟ وهم الحق وهذه قال كل افاده ما عندي ولا تصدق لو تسولف 3 ايام ما علمك. عجب بعد شو اسوي لك بعد سكت. فعلى كل المبارزه دوقتون ذاك اليوم سيد عادل لم الحكي. شوف الاوامر اللي هي ترى انا هم حكي مشاره والله بارده. جزاك الله. انا اقول انا الغريب ناس اهل بخت وشيخان وعندهم مخافه الله، بس انا قلبي ممر اردشاره حقه. تسمع اردشاره كبارهم اهل البخت. قبل هاي خلنا نقول لك 3 نياوي دار غريب يشهد الله نياوي دار غريب راحوا للمحكمه بايامها يشهدوا. شنو شهاده؟ فلان ال فلان جايبوا غراضه وحلفوا بكلام الله على انه بينهم يقتل. هسه ما ادري الحكومه بعد اخذت فيها ما اخذت فيها. هسه دول الزلام نشدت عليهم قالوا هلا بيجوا واذا فاده حطيت محام وجابها وانا هم طايحه ما اريد اسولف. هسه احنا قلت خيافه الله فوق اخونا داخلين حد التراب اريد دول دماغاتهم شلون هسه بهالحاله جايين يبوك. هسه هو محل بالخير المحل بيه شاي وبسكته هالزلمه يملك له تاجر اخوي مو بس قاعد 1000 دولار كل سنه تجيب له 1000 طن
وبيوت وعيالين وكذا. هالزلمه شد من نار، راح الديره غير ديره يبقى له استكان شاي وماي وبسكت فقط. اهل التريلات يعرفونه والدنيا، وسالنا واستفسرنا. هالزلمه هذا راح يبقى له استكان خاشوقيه صحن مال. هاي مصيبه، هاي مصيبه، هاي ما اعرف افسرها. هل تحمل على كل نخصمها، لا تحملها ذاك اليوم انتم تعبانين وانا ما بدي بالحكي. سيد عادل قلت له سيد، وانا من كان ابو حبيب حجي كامل على الاهانه ما في شكاوي، قالوا انت غرمهم. هسه انا طايحه تركب ما غرمهم، ليش؟ شيء يخصني وانا ما طايحه. قال سيد وائل سيد عادل، قلت له مولاي انا ما اقدر اصب صادق وعندي عرب ومبتلي، بس انا الشغله فصل محمد، خلي يشيلون لهانه. يا عم ورايه العباس من ذبتني من اليوم، انا حتى بالجيش مالي بسيط حتى تقول ارمي هاون ومدفع. حمد الله هنا حياتي ما رامي بهاون. طرف ثالث رماهم، العرب رمتهم على ابراهيم بيها 30,000 كسوس بالدنيا وبيها اطراف. بس انا شخصيا بريء مثل ما برتبكر وياهم. ويا كاتلين اخوي واروح سيدنا العباس معود يصير بينا شيء على كل ما احنا نجرح الامور يا السلام. قال سيد عادل خويا يقولون احنا نفصل، يا هاي سوانه محترمه تختلف عن سوانه الطوائف كلها، لاول مره سمعان بيها. نفصل والفصل يظل على الطرف ثالث ونروح نسقط عنهم ويسقطون عنا. يعني انا الدهر هذا لا فيهم هم حاطينهم دعوه علينا صحه ويرولون بي بس هانه. قلت له سيد انا هذا الحكي مصايب ونوايب وراي هاي وعده ما اقدرها وانا تعبان وقطعت مريض ضليت مستشفى. ذاك اليوم اجى سيد عادل قال يا اخوي انا هم لا اقدر اخذك باعتبار شيء بنحسب يشهد الله. قلت له سيد قول. قال فصل يظل عندي انا كل شيء ما كفر يكمل ويرجون تنازي شرط مو هيك ولا ترجي شرط. هذا سيد عاد قلت له وين؟ قال غريج هم اخوانه خلهم يستهترون معي ما يخالف تحملهم. هذا سيد عادل الصف وصلنا لهالمرحله وسلامته. من ديوانيه واللي وياه انا بخدمتهم ما اعرفهم وجايك وقت كبير، اضافه الناس اللي تعرفه كل هاي مبسطه ما يوجوها لستر حال الطرفين والرضا الله سبحانه وتعالى والرضاكم. والحال اللي صار عندك ترى المالات وغيرهن ما يعوضن بشر، لكن اللي يعوض بشر واللي يجبر خاطر المختار واللي يجبر خاطر الانسان اللي مكسور خاطره داخل بالله هو ما يوجوه الجاويد. وهذه المشيه انت تشوفها بعينك، واحنا احنا نترجى منك المعروف واللي نترجاك انت عبرت هواي امور نريدك تكمل لنا مسيرتك وتسوي علينا فضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افلح من صلى على محمد وال محمد. اللهم صل على انا من رخصه الساده ومن رخصه الرياوي ومن رخصه شيخ الخزاعي. كل معازيب ومو بس ابراهيم، كل حنا مقدس. ويهنوا رفاقتي الابراهيم سادتهم وشيخ الابراهيم حضور الابراهيم كلهم. ابو حسن ابو صبور سولف وابو صبر اسم على مسمى صبروضه، وهو ريال خير. وحنا يمكن هم حكينا بقفاه، يمكن حنا هم وصلنا مره وتكلفنا بهذا الموضوع، لكن هو يمكنه نفذ وصية اللي يقول الصبر مفتاح الفرج. هو الافكار ومن لا صبر تصبح احوالهم خيفه. صبر والله وصلنا لها النتيجه بجهود الشيوخ والساده اللي ذكرهم يا اخوي، سادتنا الساده الخصال وابو صالح اخونا ابو علي وابو حبيب كل الياويد اللي اشتركوا من اول الحادث لاخر الحادث مشكورين. لكن انا اريد اقول لاخواننا الابراهيم ولاخواننا الناصريه اللي قاطع علينا اليوم ولا تحمد
وهذا بأيام التاريخ الأولي من كنا حنا وياهم حرايب. والله العظيم المنتفجي إذا صار عنده عوز أو عنده زعل يزبن هالبيوت هذه ويرد مغلقة، وتاريخهم معروف وخطوته علينا ثقيلة. فحنا اللي نرجوه من الإبراهيم ومن أخونا أبو صبر بالذات، نريدك تنظر لقطعة الشيخ من الديوانية بنظر الاعتبار، وانت أدريبك خير ومن حمولة. يمكن يا ما تقدرت ياويل على مسميات الشيوخة وعلى مسميات عشائرها وعلى المناقب اللي فعلوها. هذول العرب أهل طيب وأهل تاريخ عريق ومن ركائز العراق المعروفة. صار اللي صار ما نبحث. سالفتك صحيح، طولت سنتين وشردت وغربت وعيزت منها ناس ودخلت ناس وراحت، لكن وصلت. وهذا اللي مر عليك، ترى مر عليك كثير ناس، واكو ناس لليوم قضاياها ما انحلت. اكو ناس ما انحلت قضاياها، لكن انت يجوز عندك بخل. فحنا نقول لكم الله الله بالمعروف، والله الله بقطعة الخزاعل علينا، والخزاعل ياويد لا وصلناهم ينوفسونا ويخسرون دوننا. فحنا شط الناصرية، شنو اللي جانب الناصرية؟ حنا بطل وسلام. السلام عليكم. من رخصة خوال السادة شيوخ الأجاويل والحضور جميعا، أنا اليوم شرفت بيتهن ومضيفهن آل إبراهيم. احنا وآل إبراهيم عندنا تاريخ مشترك، وخاصة اللي بسدنا، وهذول تاريخ ويانا، تاريخ قبلنا، تاريخ ورانا، كله موجودين. ما عندنا يوم قصدناهم، هم قصدونا. اتصور وقفت عندنا. للعلم انا هاي القضية ما ادري، خابرني هذا الرجل ابو صبر النعم منه، قال لي امامك الريج هذول خزاعل اوائل الخزاعل، قال عندي طلابه وياهم تدلل. طيب المهم ما صار انه انا بيومها هو جاي للمضيف، انا ما موجود، كنت اكو عندي هم مشي خزاعل وكذا. نزلت على الخزاعل ثم حكوا لي السالفه، حشوا بما فيه. ثم الولد وين؟ قالوا بالسجن. حكي قالوا اعترف، ثم اعترف خلاص صاير فجار. قالوا قتل هذا وقتل ومدري شنو، قلت ما خلاص انتهى، ما يصير كلامي، انتهى فجار. تروحون انتو مذنبين، لا تطولوا الحكي. طيب احنا كان على الرجال، بعدين طلع لنا سينما مشارك وياه، ثم هم تمشونا مذنب. فاولا انا جيتي، اولا شوفتكم وقاعده وياكم هذه تسوى عندي. اثنين انا ما اقبل اي حكايه تصير على آل إبراهيم صغيره او كبيره، واذا احنا غلطانين احنا جايين وجوه الخوال الساده، وجوه المشايخ الكرام، وجوه الحضور الكريم، هم نطلب الستر ونطلب العفو. بارك الله. وانا اتصور ما نحتاج للتفاصيل، لانه التفاصيل تجرح القلب، واحنا اليوم نريد نلم هذا القلب ونرجع اخوه ونرجع رايه وحده. فبعد شي يشوفونا آل إبراهيم احنا هم حاضرين وبخدمتكم. توكل على الله، صبر حديث يمك، توكل على الله.
بدون تفاصيل مكور اطلب، بدون تفاصيل اطلب مكور. قد ما عرفت احكيها انا. اولا هذا زلمه صباح 705 مطلوبك 705. وهذا الزلمه اللي هو طاح لبنات ما عندها مخافه الله. وشفت انا ولا شاب لا يفوت، وحتى ما يعرفه شخصيا. هذا فصل عنده 500 يصير مليار وربع. الشيخ اخويا مثل ما تحدثت في التمساح اخونا وقاطع علينا من ناحيه الديوانيه، وهو انا هم خابرته حوالي مرتين ومحترم ما يقول. واحنا نغدرس الربع طايح إله مليار طرف. والله والدي صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقولون في كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التائبون. اللهم قالوا أبو حسن ولا يهونون الإبراهيم. احنا ما نستغرب للقضايا تصير حاليا ابد، ماكو كل استغراب. ما الصاير ابلى من هاي، وبالمستقبل ممكن راح يصير بعد ابلى من اللي يصيره. فبالنسبه لابو صبور حقيقه هو اللي يحشم، ومن ضمن اللي يحشمهم انا حشمني. خابرني ويانا للمضيف، واحد الايام يشهد الله هو عندنا غاد بالمضيف انطى عطوه. هسه عادة اذا واحد عنده قضيه تحول علي وتاخذ منه عطوه. صحيح. هو الرجل هذا هو وجه اللي وجه، هي للمضيف قال لي لا تعناني انا من اعطيك عطوه. هذا شان الخير والسر. ولكن يا ابو صبر المال مو غنيمه. اليوم بوقتنا هذا الغنيمة هي العلوم الطيبة. هذا المحضر الموجود من البصرة، من الفرات الأوسط، من الناصرية، من بعض المحافظات مثل السفارات، يقول اليوم حولنا عند الإبراهيم، ما يقولون حولنا عند عادل الكسار. ونعم من عند عادل بن حمولة وعشيرته معروفة لا يستهان بها، ولكن يقول حولنا عند الإبراهيم. واليوم الإبراهيم كلهم موجودين بعليتهم بياويتهم بشيوخهم موجودين. فهذه الحالة اللي صارت انت ما قصرت، انت تحشم على قضيتك. ولكن اليوم من فرشت فراش الستر وبنيت مضايفك هلا تنهلا بالمعروف، والطمع مال الماديات اترجاك رجا تشيله تقديرا اجلالا وتقديرا للقاطعين علينا من الفرات الاوسط، اللي لاول مره ممكن بحياته يطب ديرة الابراهيم على هاي القضيه، وهو بعيد عنها ما يدري عنها. بالنسبه للغريج اخواننا ويعزون علينا، ولكن عايشين بديارنا، عايشين عند المنتفج. فتشوف كل عشيره تسمعنا وياها عشيره من الغريج، بني اسد، ابو صالح، بني خيقان، البصره. بس هذا الرجل يعتبر ضيف علينا، ويده حمد الحمود تضرب به الامثال، امير ابن امير. فاول تقدير واحترام يبدر من عندك انت لهالزلمه هذا. اذا احترمته وقدرته احترمتنا كلنا. وحصته مو هسه تنطيها لا نريد من الصبه، من راس الصبه. هي من راس الصبه طيتين. لا هذا مو راس الصبه، لا طيحت السيد ولا طيحت الشيخ الا اول واحد. على العموم فانت هسه احنا هذا المبلغ اللي طلبته المليار نريدك الجسمه بالنص، الجسمه لهالمحضر هذا
والنوبه هذا السادة احنا نسولف عليك وتسولف علينا. لا ما جسمت، لا ما جسمت. طيحت ربع انت عظام مليار. طيحت لابن حمد الحمودي ويستاهل، ولكن هذا المحضر يقول اتسم يريدك تتسم. كل احنا طلبوا بعد ساده ومشايخ طلبتنا هذا وطلبت ابو صبر اريد يسمها ما يقصرون سيد ان شاء الله ما يقصرون وديهم ان شاء توكل بالله ابو صبر ومعروفه ومطول مطلبه ماشيه كلها تسمهن. خواجه هنا تلقانا كل الطيب وكل الاحترام وكل عجيبك الخير دوم مبتلي. خلي الضغط على نفسك. كونها ترهم بس بي اخوي ترهم الدلياوي. لا الحكي كله يمنا. احنا نضم صوتنا الشيخ جاسم ونريد تجسمها ابو صبر. كل احنا المشيه تجسمها حتى نقدر نتناقش فيها. والله انا اشوف ابو صبر من السولف واخذ او منتبه له سولف اله وعليه والطيب. والطيب شو يصير؟ نهايه الطيب هو اكمال المعروف. نعم صحيح. اكمال المعروف. اشوف الناس اللي تحكي لها طيبه عندك ولها طمع معروفك، فاللي يجسم هذا المبلغ ينجسم اعتقد ان شاء الله اكمال لمعروفك وانت ابو معروف. توكل على الله. احنا قرارنا المليار طايحه للعامه 250 زين يظل 750 وانا بخدمتكم وسهمتكم. لا احنا نريد جسم. هذا القرار النهائي. لا احنا ابو نريد صبور صلوا على محمد وال محمد. هي نفس ابو صبور ابو صبور هذا طلبنا، هذا انا جماعي. من ضمن اللي تعبوا وياك جماعي مو طلب. وانت جيتني وانا جيتك. خلنا نكمل خلنا نكمل. اولا احنا نعرفك مش راعي ماده لان انت تملك الماده، هذا واحد. اثنين مثل ما قال لك الساده واللي جاوي انت اليوم مواجهه الناصريه مو بس ال ابراهيم، لان جايين البصره والديوانيه والمشايخ معروفين باسمائهم. ثلاثه احنا اذا طلبنا طلب وخاصه طلب ابن بدر احنا كلنا بنفس الطلب، فليش بعد نتعب ونتعبك واحنا ما انت تعبان يساعدك الله وجزاك الله خير وانت ابو صبر فعلا ابو صبر فعلا. بس اسمح لي احنا نريد من عندك طلب جاسم الفارس من قال لك يسب النص حتى ما نتعب، هذا طلبنا كل احنا. نعم هي تخفيف للامور. إيه. طلبها ابو علي انت ورا ال 200 هم راح هذا تطيح سمن وطيح ماشي حتى نريحك وتريح. نعم تطيح. هذا الادربي جاسم عباره من دون ديوان على مريضنا هنا حافظ شو اسمه مريضنا وانا هم لا اطلع من طوره. تسلم وعلى راي المليار ما تشوف منه. تسلم عمل ونعم جزاك الله خير. عافيه ونعم. انا اخاف على صحتك. جزاك الله خير. الله عليك. يحبني هو يحبني. كل حين انا اخاف على صحته بعد. انه بعد سهم من ال 500 سهم عندك شاده وعندك ياويد وعندك ناس قاطعه من بعيد. إيه. والله الساده تعبوا شايف. الساده لهم 25 والله مجدي وياهم. زين عباد ورفاق. سيد أبو ضحى صبور. ما يرضى. انا مره رحت لمشي برصه الديوان الجاعد قلت ابو صبر احنا نعرف امكانياته اكو ناس عنده امكانيه. قلت له اخوي الله يسامحك قلت له والله لو اموت تغلبني ما قدرك انت رجال ما تجي. ابو صبر انت خير وانت شيخ وانت عمامك قاعدين يمك احنا ترجاك رجاء اعطف على حالنا بس اعطف على حالنا ال 25 ما ترضينا به وانت مش راعي فلوس هذا اللي اقول لك. نعم ويدك محمود لو ان الشفره راجعه لي انا خاف فلا افصل عليكم وانت تفصل عليه ولا بس عمي انا امريكا بدها هاي الدوله النشيطه تدفع بي يعني ما اقدر يعني انا مبتدي بين طرف انت بس عندك عقول تقنع امريكا. اريد من الله يكون انتم تقيمون الامور وتتنوعون لي هاي اخوي. والله نعرف تفاصيله مبتدي وربعك حقهم انت بين مطرقه وسندان بين ربعك وبين طوايفك وجاويدك جاي لا تقصر عن اخوي وترى اهل غيره ربعك ترى مش مال فلوس. نعم
انا راكب طريق اللي ان شاء الله هاي مال طياح عدل الحمد عدل وليش تعارضوني يعني شيء؟ لا ما نعرف بس المقطع شوي سيد رؤوف سيد كريم الريال تعب ساعة الحصونة ودوحه ونعم وهذا سيد ظافر سيد محمد عندهم سهم وحج كامل وابو حبيب الناس هم سهروا الليالي هم انا جزاك الله خير للستير جزاك الله توكل على الله توكل على الله توكل على الله دير بالك بعد علينا صل على محمد وآل ان شاء الله ما محمد. يقصر. صلى على تصور خالي احنا طمعنا بيك من كلامك، لكن كلامك نريده حقيقة يتجسد وان شاء الله يتجسد يعني يتنفذ. هسه اهل العقل شو يقولون؟ يقول اياك ان تسلك طريق لك غير مفيده، واياك ان تنقض كلام لك فيه عهوده، وان كنت تبحث عن الوجود، كل احنا هسه اليوم نبحث عن الوجود سواء الدنيوي او الاخروي، وان كنت تبحث عن الوجود كن مسامحا تكن موجودا. انت اعطيتنا كلام اقنع المجتمع كله وانت مجروح، وهذا باعتبار الكلام اللي اعطيتناه وهذا بتاع عهد، فنريدك تنفذ هذا العهد. اذا طلبوا منك الساده والمشايخ نريد منك حقيقه. ان شاء الله ما يقصر ان شاء الله. صبور صبحك الله بالخير. اريد اشاكسك كمان. انت قلت وراي امريكا، لا امريكا انت. امريكا وبريطانيا. امريكا بالقوه انت ما ترد ربعك تردهم. وبريطانيا بالسياسه مثل ما قال لك ابو سعدون. قال لك اسم على مسمى. اسمح لي حجي. مثل ما قال لك ابو سعدون اسم على مسمى ابو صبر. انت احتويت القضيه وبطوله نفس وعافيه اخوي نقول لك جزاك الله خير. الا ان وصلتها لفراش الرحمن، هسه فراش الرحمن صار. حجي تسمع يا اخوي؟ توكل على الله. بس انا انت منك امشي وراك صار. نعم. وما استاهل تاخذ بس انت امام الله تتحمل مسؤوليه هذا صارت القنبله. بس حق العباد بس هاي شلون؟ انا حاكي هجد وحق سيد عبادي شلون؟ انا كذا بصفحه وانا عباره مثل ما تقول خلينا نقول مسير. شلون ليه؟ ودافع عن الغريج يشهد الله علي. جزاك الله خير جزاك الله. هسه هو اترك الحكي يجرح. انت اللي وصلت انا حياتي ما حد هايني ما حد يشتكي علي. هسه الناس تتكاثر ما يخالف. بس انا دافع عنهم يشهد الله علي. الناس مزاجات ابو صبر. وهسه طلع مره انا الحي محمد. ويا هسه انا ادافع عن الغريج ابو صبر خالد. العباس انت تحكي وانا وراك. شيل الكلام اللي تحكيه احكي. احنا خلونا خلوها تخلص بدون انا ما ارضاش واحد يعلي صوته من رفاقتي لو ينقز هنا ويحكي هاي عباره مره وانا شار الشرط بس النفس لا حد يحكي. السمر وحتى شادرات العباس اللي يعارض واللي يحكي واللي اكثر روحي انا الحاكم. انا موجود ما حد يعلي صوته. احنا ناس عندنا لوكات الحي كسار ويانا احنا بخدمتك. تسلم والله العظيم. توكل على الله. توكل. ولا طاحت لكم 25 مليون. الاوليات التاليات لا فوق ابو صبر هم الساده كلهم اولاد رسول الله، ولكن اكو ساده احنا نعتبرهم معازيم، وعندنا ساده قاطعين من محافظات. انت دير بالك على الساده والشيوخ اللي قطعوا من الفرات الاوسط ومن البصره، واحنا معازيم. خلصت؟ ايه انا لفته ما انا ترى مش كلش بدي ما اعرف حد بس من عنه. هو سيد اينما كان. وما انا قلت لك اولاد رسول الله البصره ولا هنا؟ سيد اينما كان. هسه خلك البخاله مش دوم مثلا هو سيد عبادي موجود؟ مولاي. نعم. انت وسادتك 50 مليون طاحت لكم. نعم الله. حتى سيد عادل وياكم شو؟ لا سيد عادل لا سيد عادل لا هذا حصتك. هذا سيد محسن 450. سيد محسن وحد ابانا غلط. سيد عادل بس خلوا يسوق الله وديكم. ذكرت ابو حبيب وذكرت سيد رؤوف وذكرت سيد ظافر وذكرت هذول ما تفضل المعازي الساده المعازي سادك عندك معازي ساده وتعبت شبع الضيف. خلي يطيح لليا ويدز. هذا خلصنا من الشيخ. خلوه على كيفه. ابو صبر انت بامتحان اليوم صحيح وفي احراجات، لكن نريدك تنجح بهذا الامتحان وتنجح المحافظه ذي قاف.
لانك اليوم ما جهل كل العراق، وهاي راح يوصل خبرها من البصره للشمال. هذا اللي نريده منك احنا للناس. والله انا اشوف الصبر غطسون مجال ناجح وينجح بالاختبار. ان شاء الله من البدايه نجح وان شاء الله للنهايه يكون ناجح ان شاء الله. توكل بالله بالصبر. الناس هو قاعد يسلسل في الحديث. الصراحه بذمه الله وذمه اخذتوا حصتكم واحنا ظلينا بالضيف. وصبوا افلح من صلى على محمد وال محمد. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. وبصبر هذا المجتمع كله جاعد، ذي قار، فرات الأوسط، البصرة، كل احنا جزء لا يتجزأ من هاي الأمة اللي تأمر بالمعروف إن شاء الله. اليوم ناخذ راحلة المعروف عن قبيلة الإبراهيم. أنا ما أطيل عليك حديث ولا أنظر عليك، لأنه استفاديت منك سنة ونص، خذيت تجربة كفاية اللي أحكي لك صراحة، وهاي أحكيها للأمانة وللتاريخ. شجاع مو بس تبقى شجاع معروف طيلة هاي السنة ونص اللي اشتغلت بها وياك بالمعروف، وأنا أقل شأنا من السادة والمشايخ الموجودين، بس يمكن حظ عدل ظليت مستمر وياك بهذا العنوان، لا يفلتني في يوم من الأيام ولا اشمئزيت مني في يوم من الأيام. أبو صبر، العذر عند كرام القوم مقبول. هذا جانب. الجانب الثاني داخلين على الله وعليك، اليوم لابدين بسد الله وسدك. كل هاي السادة والمشايخ مطلوبة ديون للمحافظات الأخرى، وذي قار بالتحديد اليوم مطلوبة ديون تريد توفي بسد الله وسدك وسد الإبراهيم، فتوكل على الله وخلها بقالبها الصحيح وسلامة راسك. جاشي قال فارس واخواني حج كامل وابو حبيب والصباح وين كانوا 25 عمل والله حساب مالك حقيقي ايش ظلك؟ 425 25 طلع معلقتنا الشيخ. يعلك سعد. لك بخدمتك. تسلم يعلك سعد. انا بطيح حمد مساعدون؟ ديارك. الله يسلمك. اي ابو سعدون طاح انه طاح الا ابو سعدون. يعلك شيخ زهير. اي طاح الشيخ زهير. طاح كان 25. هم طاح الا الشيخ 25. ظل 375. بعد الوقت انت عندك المشايخ. هاي الطويل وناخذ حقنا. هاي تتنوع، هاي الطويل عادم ما يقدروا يسولفون وياك. دير بالك عليه. كفو منك، تستاهل. كفو منك، كفو منك. ان شاء الله صاحب ميدان معروف، تستاهل. كلهم ياوي يدعبون حتى لو يطيح الجيب ما سوي لا يعم الجميع. لا هيك حتى حسابنا سهل هم الحساب. حفظ 365. نعم والله 355 لا انا وابن اختي السيد سووا 25 حتى حسبتك تصير عدله. تفضل. تسمح لنا السلام مشايخ البصره قادمين على محافظه ذي قار اللي هي جزء من البصره، لانه نحن مدرستنا ايضا جزء من ذي قار. قادمين على هذه العشيره، عشيره ال ابراهيم، العريقه بتاريخها بجوادها بصبرها بحكمتها بحكتها، لانه ما سولفت بيا بصبر من حديث حقيقه. احنا اهل البصره راح ننقله بالجيب وننقله بالمعروف، لانه اليوم حديث الرجال وصبر الرجال تمتاز به الرجال. يا الله. لكن احنا هم نطالب بحقنا، لانه احنا اليوم صحفيين وسفراء، سفراء للمعروف وصحفيين للنقل الطيب، واحنا نريد حقنا احنا اهل البصره، لانه احنا من يجون علينا عشائر ذي قار لا والله تقول احنا المدافعين واحنا نسولف عنهم ونعتبر القضيه من تصير عده، لا والله شاهد الله بحيره بيسولف. فنطلب احنا توسمنا بالمعروف. حتى 5 للبصره؟ ما عندي والله اذا 5 انا اقول لك خليها بشهر، خليها بشهر. 5
خليها مشان 10 لأهل البصرة صار. قبل حفظ صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أنا مرخصة السادة والياويين أخوانا الإبراهيم أجمع. صبور سبقا وقلت أنت خوش حكاية أنا حافظها لحد الآن. بداية الموضوع من كنت أقول لك يسلمون عليك الغريج والخزاعل، يقول لك عمي راح نجي نحول وخليه ببخته ياخذ عادل الكسار. شنت تقول لي أنت؟ تقول لي والله إذا مو مذنبين هم لو يملكون للناصرية. كنت تقولها لو ما تقولها؟ لو يخلونها طابوا باسمي انا ما استقبل هذا الحكي. هسه اليوم يتك اقامات العراق لا يقول لك البصره والناصريه والديوانيه، لا بالعكس. هاي شيخ الخزاعل شيخ العراق كله، اي واحد خز عليه هو مو كبيره مو صحيح؟ والساده الافاضل وشيوخنا وكنا اليوم احنا بخدمتك ومصور، انت لا تظل تسويها تقطيع، هذا 5 وهذا 10 حتى الحساب يتيع علينا. انت سويت فطح 25 وزع للوادم، هذا زلمه حكى باسم البصره واحنا كنا سكتنا سادتنا وياويدنا. فابو صبر لا تنازل على الخمسات واحنا رافضين هالخمسه. انا بالنسبه لي رافض الخمس. اي هسه احنا عندنا خلاف بس البصره لو بعد عندكم شيء. لا هو الكل العراق العراق وهذا الاعلام كله يوصل هذا الحكي يا عمي. اقول لك هسه انا بعد عندي بس البصره. وشنو البصره هاي ليش بس البصره والناصريه؟ خلصت اللي طيحت لهم. عادل الخبر والناصريه ليش يعني؟ خلوها تالي الناصريه معاذ. الناصريه ليش؟ معاذ انت من خصيت لازم ربعك كلهم ما تنساهم. اريدكم تعطونا مجال شويه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. وان هذا وقت ياخذ من عندنا وقت هوايه، رحم الله والديك. الطو خلوه هو يعني هاي ترى هاي الرحمه تنزل على ابو المصيبه. خلوه شوي نعطيه مجال. نعطيه مجال والله. عادل عادل هو يسمعني. انت بامتحان ندري بيك انت ولو بيدك كان قلت لهم في مال لا وعلى هاي الوجوه فصل هذا فصل. انت احمد وادم ترى تريد من عندك لا تقول لي انت لا تقول لي فلان ما راضي او هذا الشيء الناس تريد من عندك. انت هو الشيخ ابو زياد وانت احنا بيون عليك وبيون على احد صحيح. فانت توكل على الله وخاطر ما تصير كل ساعه مقطعها وما تخلص. اعطي عموم 5 ما تخلص. 365 45 لا رفضوها الجماعه. اي 5 رفضوه هني. 350 عباد انا مسير ومعلقتي وهم طالبوا بالبصره باعتبار المشيه كلها هي استاذ عديان. اعطي شوف البصره سادتها طايح لهم 50. هاي عدل هسه. حكى عدل ارضاك. لا عادل 300 ارضاكم. لا 315 و20 تفكر لي 300 لا 300 كل اعمال الصلاه على 315 محمد. الله صل على محمد. في محكم الكتاب العزيز يقول ثم انزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيئا ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. صدق الله العلي العظيم. أبو صبر الحقيقة أنا ساهمت وياك بالمصيبة 3 مرات وجيتني كرمتني وضيفتني عفوا 3 سنين مرة شهر. فنقول جزاك الله ألف خير. أنا من بني سعيد الحداد. وعدي يسولف وعدي ياخذ حدك. وأنت ما قصرت. وجزاك الله ألف خير. وساهمنا وياك الألم فلا تنسانا وجزاك الله خير. ابشر. حتى 5 عندك خير من الله رازقك ان شاء الله للدنيا وللاخره ان شاء الله. هاي سوالفك للاخره. بني اسد وطلب باسم سالم الخيون باسم حبيبنا ابو ظاهر. بني اسد كم سلام ما لك ابو بعد.
نعم نعم. لا ما في 15. لا بعد 15. عندنا 45 حجي رفض الخمسه ظلهم 50 طيحت الوسخ. 300 ابن عمك السداوي حاجك باسم بلسان. بعد احنا خلينا بس الرايه وراه. ها؟ بس الرايه وراه. لا بعدك ورا طياح معروفك مو الرايه. الكرم مالك. معروف ابراهيم. اي ان شاء الله ان شاء الله. 315 وحق سيد عماد. هذا حساب المضي. ايه. ال 15 طايحات له بالنصره. العمر ومعلقته طاحت ل 10 من 300. والله سالفونا بعد اسم الرايه ترى السالفه 290. اخافا. يعني بخسك اخافا ترى. احنا ابو صبر احنا انت حقيقه حتى اللي يسولف وياك يكسر لسانه، لكن اكو روايه قديمه صلى على محمد وال محمد. يقولون حمد ال حمود شيخ الخزاعي اليد هذا الزلمه الرجل الجاعل اختلف ويا اخوته الخزاعي فما اصلحوا سادتهم الموجودين من السيد راحوا وغيره ما اصلحوا. يا يروح لي يعطي فكره هو ما يقتنع. قال علي الصويح انا اروح وما اسولف وحد هالقول. راح علي الصويح يقول قاعد هاك استغفر الله ربي. علي الصويح الصبح راح له بوقت الضحى المضيف منصوب وحمد ال حمود قاعد. علي الصويح طرى كاشيته وحطها فوق راسه. نقبل على المضيف وصل للباب حطها حذر باب. فات سلم وفات قعد يم حمد ال حمود حطها جواب. قال له انتهت يا علي الصويح انا والخزاعي لصالحنا. اليوم الاخو بدون عشيرته اليوم اريدك ترفع راسه لابراهيم تعطينا حصه لا لابراهيم. جزاك الله خير زين. لان انت اذا ما تعطينا حصه لا لابراهيم ال ابراهيم كلهم يحولون علينا وكلهم نقدر. وانا ذاك اليوم السيد بسوق الشيوخ عند اخوه طلاب ويا ابراهيم شاهد الله خسراني 14 مليون من فلوسهم وطيحتها كلها من الاولى الثالث واحنا ناس فقراء مو اقول لك من طبقه عاليه. فانت لا تنسى ال ابراهيم حصل ال ابراهيم صل على محمد وال محمد. ما يخالف حتى الابراهيم. اللهم صل على محمد وال محمد. احنا ذول اخوتكم مشاهدين البركه لازم نشارك وياكم. وانا خالكم ال ابراهيم. خال اولاد الهصاصره وخال الواحد خال الكل. فاحنا انا بك يا ابو صبور شقين. الشق الاول الديه الشرعيه عندك زلمه مشتول هذا ما نتناقش عليه. تريد يصير ولكن من خلال تسلسلك بالحديث ذكرت اللي الساد عليك والساد عليك هاضمك وخليت له انت اكيد 100% خليت له حمل. فانت اليوم موجود وعيننا بعينك وانت حاضر واللي ما يخلي طاير روحه في زمانه. احنا لما يتوفى يقول لك انت يا اليمون على الميت وتاخذ من حقك. احنا نريد من حقك انت خالد ابو صبر من حقك ومن ذا السادات عليك تطيح لنا شيء يرضينا لو احنا من الساده ولا يرضينا كون وطلب باسم الجميع من الساده ولا صلى على محمد وعلى نجعل الفارس. بعد انتم حاجوا ريال ما عاد حاسين طيح له. حاسين طيح له. يقول انتم ماخذ حشام على تخص هاي. لا ما قال هيك. عندنا زلام اثنين واحد لا مو هذا ما قال انا بلغتي كل سنه فلان لغه احنا نسميه علاس بلغتنا وهم يسمونه مشترك يسمونه كذب واحنا روح ابوك رجاك رجاك خذ مسيرتك وخلي خلي متوقين هذا الحكي ما في شيء ما بيه حشم عمي ما بيه حشم. اترجاك ماكو حشم عمي انا حكي ما حاكي ابويا بالحجم. ما قال حشم. قال انت باين ريستايتك وانت عدل. ما حكى حشم. لا هو ما قال اريد التايتك وانت عدل.
تفصيل ما له علاقه. قال لك الامور فيها دي وفيها عليك الزعل هذا. يا طرف انا ما قلت لك قلت انت طلبت من سولف بسالفتك احنا مو اولا الديه معروفه عندنا بالناصري فاحنا نقيس غير على قياسنا ولا عندنا بس خلك ماكو دم مطلوب من الدم بدور ماكو دم مطلوب من الدم احنا من طلبنا منهم غيروا حاشاكم مضيفه انا 10 بيساعدون كلها 10 كلها 10 حتى 5 والله اقول لهم حتى للحاج لا انت من يمك ألف ابو حسن منها ذكرتوها لا 10 لا بالالتقاء هاي احنا عندنا صبر مشكور هذا مجال ابوي حسن قول له ابراهيم طيحوا لك ها وش قص صار ايش قبل 290 لا طاحن 10 بعد هذا طيح الريال هذا 280 سيد والله 280 طيح له 10 هو ربع طيحنا هسه قبل ال ابراهيم الطوايف ما ذكرتوه يا بعد طوايف ال حسن كان مو شائب بن ثامر ال حمود ال مزيعي ما حد يا طاريه ها والله تستاهل نعم كبروا نعم خير وبركه ومعاشر جواد الله يرحمه وسيدنا ما شفت برا مشينا ابراهيم وطيح لنا روحك مقصر بعد انا هسه باخذ اخواني ورايح اطيح اخواني خلينا نرضيكم يا عم خلينا نرضيكم لا يا ما انا الكل والكليه قاصد الدرجه الاولى نرضيكم واحنا رفاقه يفتاضون علي اروح انا حربص لهم بالليل ارضيهم هذا شو ابو صبر تامر حموده بالديوان الله صل على وياك كان موزان بشارة من الجبري العبودية. نعم. احنا وال ابراهيم خال وابن اخته. بيوتهم ترس من ولاد اختنا. وبيوتنا بترس من ولد اختهم. والي ويبري محقق لال ابراهيم. دول اليوم احنا ما صرنا بالامام ليش معازيم. ولا واحد ذكر بن خيقان ولا قال ذول الي ويبر شنو. ذول الي ويبر شنو هم ياودهم قاعدين هنا. احنا نريد حصة الي ويبر خصوصا بن خيقان. حدك 10 خالد لا 10 الي ويبر انت انا خالك انا 10,000 10 ناس 25 والي ويبر 10 خالك ايوه انت عندكم انا عند ابراهيم احنا خوالك مو 10 احنا مو 10 لا خالك انت لازم تميز الي ويبر ولا ضيعون علينا صلوا على محمد وآل محمد. أنا اللي أترجاه من رفاقتنا آل إبراهيم أهل القضية كلهم ديوانكم مرتب والقضية لحد الآن ماشية بطريقها الصحيح فاللي نترجاكم خلوا أبو صبر يسترسل وإن شاء الله نأمل من الله الخير فأترجاكم خلوا ديواننا راكد مثل ما هو جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتنا مشايخنا الجايين كلكم على عيني وراسي الطياح بعد ماكو ابو صبر اذا الطيح بعد دينار نمشي اي طياح ماكو بعد رحم الله والديكم ولا تذكرون ازيد من اللزوم جايين شفتوا انا علي انا ازيد من اللزوم احنا ما نريد نسولف للنسوان زين ازيد من اللزوم ناخذكم انا مقدرناها انا ابن سيد حداد على مرتين يسولف ويانا احنا هاي القضيه اكثر الساده طبوا بها يطلعوا مثل علاوي لا هو للسنه ولا هو للشيعه غير جاء واختار على السيد ودار وجهه ومشى والابراهيمي دار وجهه عند السيد ومشى فاحنا تدخلنا بالموضوع عندنا تفاصيل وحيثيات بالموضوع كله لكن انت النتيجه شو نقول عندك رقم ببالك موش توكل بالله وطيح للمجتمع الرقم اللي باك توصله شو درايتك حتى لا نحرج الاخرين قاعدين هذا ترى محضر بس اسمح لي ترى هذا المحضر مو سهل وهذا المحضر اللي يسولف لك كلها شركاء بقضيتك تدخلوا فلذلك صار تشخيص
واحنا قلنا لك يا عادل حي كسار خلي طياحك عام ولا تشخص وتسبب حرج. بما انه وصلت لهذا المستوى وهذا التشخيص انت لابد ان ترضي المجتمع كله. جزاك الله خير. لا تصطنبوا صبر انه هي صلاة والوقت داهم الوادي مكو طريقها بعيد وتريد ترجع لأهلها. أوجهك أول مرة ابن تامر الحمودة شيخ الحسن أطلبك هذا، والثانية تدير بالك شوية ورايتك موجودة عند السي. هاي داني الامور دانيها شوي 270 دانيها شوي بعد عندكم مثابره حموده دانيها الساعة 12 راح تصير. رحم الله والدي من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أنا من الساعة من اجتماعنا بمضيف سيد محسن عمي الله يرحمه، عجبني كلام من خوالنا الخزاعي. قاموا وقفوا إذا أبو صبر باله كمي، قاموا وقفوا بنص المضيف قالوا إحنا رايحين ما عندنا سوالف ويا الياويد والسادة، إحنا شي يرتبون علينا أهل الناصرية سفينة قاع، شي يقولون أهل الناصرية إحنا اليوم جايين الرضا الإبراهيم، فإحنا نضم مطلبنا الخال أبو علي. غير إحنا اليوم اللي يطالبونك ترى سادة ومشايخ الناصرية، لأن اليوم أنت تمثل والقاطعين عليك الخزاع لأهل الديوانية، مثل ما قال لك أبو علي دير بالك على القاطعين عليك وعلى خطارك. لا بعد تامر الحمد صبور عادل نبي طلبك تسمح لي ابو حيدر شنان وطلبك اللي يبراو باسم بن خيقان كلهم ناصريه هذول اخوانك، هذول احسب حساباتك توكل الله كلهم ناصريه واخوانك هذول. لا طيح الجويبر طيح 10 بس تقولها مجال بدون تسميه بتطلبك وربعك 270 طيح لنا 10 طيح لنا 260 عباس على راس، ولكن احنا طماعه بكرمه كان سبق وان حكيت من البدايه. اي خلنا نكمل عود رد علي الراي، لو كملت رد علي بالراي. لو راي كواك ان شاء الله كلك تمشي بيه، لو رايك كواك وحطه في جيب الصدر. بالنسبه لي فصول مرات تصير فصول، ياخذ مثل واحد ياخذ الزعل وشد له على 250 على 350 وما صار وصل. صارت المشكله اثقل من المشكله الاوليه. هسه انت ديش تحملتها سنتين وجزاك الله الف خير، انت تقطع عطاوي ابد من تلقى نفسك. اللي خابرك بالتليفون تطي عطوه، اللي خابرك قل له لا انا راح اجيك تطي عطوه، ومشيت امورك وصارت عليك امور هوايه. والامور اللي حكيتها عليك انت شخصيا صحيحه، اللي حكيتها عليك انت شخصيا صحيحه، لان عليك شكوتين. وانا وسيد محسن السيد طلب رحنا وحولنا بخصوص قضيتك مالت التنازلات. وما تفيد ترى الشكاوي، خلي يشتكون الغريش بعد 4 مرات بالعباس ان شاء الله قدر وما حد ما جزء هذا العقل هذا جزء هذا كملت حديث. لا خذ حاجة عماد، انا الحمد لله والشكر يوم ليوم لاقاني السيد محسن الله يرحمه اسد عيني قال لي ليش ما جيتني اكو مناسبه؟ قلت له والله تدري بعد. قال انت احسن شيخ عند ال ابراهيم. انا قلت سيد لازم شو شنو خيفت، قلت السيد شو للحلف، قلت انا لازم صار شيء يعني شلون؟ قلت له سيد شوي
انا رزاق الحي محمد احسن مني، وجبار زويد بهالكلام، جبار زويد احسن مني، انا عقلي وفلان وفلان وفلان. قال لا انت. بعدين سولف لي قال انا اقول لك شلون جبار زويد هسه انت تقول احسن مني، ولكن اذا صارت معركه يمكن ما يبات بالساتر، يمكن ما يشد بالزور، ويمكن هيك انت ترهم على كل شيء. كامل مواصفات مثل الطماطم. تسمع ترهم على كل شيء. انا يا اخوي بنتها على شيء كاوى الغريب، صحيح هذا الشيء منعتهم وتحملتهم هاي اخوي، واقول يا ولد ورفاقتي وهذا معروف. ابو صبر خوش انت هسه انا ذكرت لي قامه من قامات الابراهيم، بس اسمع من ذكرت لك قامتين، وحده انا ذكرتها ووحده انت ذكرت سيد محسن الله يرحمه، وانا ذكرت سيد طلال. ذولا الهم حصه يمك لو ما الهم؟ يستاهلون. لا سيد وائل جاعد، انا ذكرنا الغايبين احنا، سيد وائل ياخذ حصته تسمعني من المعروف. اي اللي طالب وجاعد لا احنا ما نصير لسان حال عنه. ممكن حديث احسن من حديثنا، ولكن احنا هو ذكر سيد محسن وانا ذكر السيد طلب. انا الحكي ترى له حدود. صح. هسه انا لفت هنا وانتم قاعدين ان شاء الله اخواني، انت هسه تقول لي طيح السيد محسن السيد طلب، منها وكنت وبعديها مصايب. خير النقله تستاهل هاي. 200 ب10 250 ترى 250 ساعتهم وانا ما عندي يعذرونا. ابو حسن شيخنا شيخ هادي مشايخ الابراهيم كلهم، والمعني ابو صبر. الابراهيم تاريخ، والابراهيم طبج من اطباق محافظه ذي قار. واحنا بالنسبه لنا مجتمع ننشد وننسال، واللي يصير يا اخوتي يا رفاقتي ينسحب على الجميع. احنا بعد إلنا طمع ابو صبر، لا احنا إلنا طمع بعد. الرقم يا ابو حسن كبير، يعني احنا لا تصير بصول عندنا شو نقول يعني بعد نمشي هيك كله 200. اولا نزلنا فصلين اشتركوا وكتلقون وبالعباس يا العلاس باقنع منك كل مليارات، بس انا هاي الطلبه ودتني الى مهالك ووصلتني الاعدام. هذا الحكي عليه اعدام هذا من وراء الغريج. لا تخلينا نطب، خلينا قعدت التلطيف جاء واحنا مغادرين والله كل حد الان كلك طيب هلاك من وراء الحكي هذا. صبوح باك طياح بعد يشهد الله. انا اقول لك بس نقطه واحده سيد ظافر، اشد الرايه طيح الفصل كله تقدر وتغدوا ومشوا تقدر اكل الشغله. انا عمي ترى وشوف كيف هنيت مالي انا شنو صبور. انا ما طالبك بس اطلبك. طيحتك؟ لا ما طيحت. نعم طيحتك. لا والله ما طيحت. لا والله ما طيحت. طيحتك والله. لا والله ما طيحت. هسه احنا العصر باكر نروح للحق انا وياكل حق عليك يا اخي طيحتك. انا قلت لك ما طالبك انا اطلبك. طيحت المن. انا على محمد. انا ترى اشرح على قياده المشي. تفضل. واشتكي عند الله عليكم مش عند تفضل تفضل. نعم قالين يا ابو ايش قالين؟ طايح السيد خيل يدك يا سيد وائل 5 مثل ما سيد محسن طيحنا له 5 سيد وخمسه السيد خيل يدك يا سيد الله وجزاك الله الف. 240. شيل لنا ال 15 ويجيب رايتك وانت والعباس شيل لنا ال 15 هي عائله مو بينا 25 العباس وراي سيد عباس وانا سيد جاسم احنا هم نحسب العباس ما يطيح دينار. لا تحارب بالعباس. راس العباس لا وحق راس العباس الخرب، وهذا اخير موعد واخير كلام وسترون الله يستر. وانت ما تروح خير. محمد وآل محمد. هي ست المباراة بالجنانية. لا لكن انا خليك اسولف وياكم طرف ثاني اسولف وياكم. هسه من بالقرعه قالوا عقب الثلج عليه. صحيح احنا ابويا ما صار ساعه ترى برا ما ادري واحد ويدك انا ما ويدك صار برا ما صار ساعه. عادل ابو صبر غير توضيح بعد. عقب الثلج 100 شوف الجريمه ما ذول الزلام سنين يسوون ما يصير. وصلت للحل. الى اسمعني
45 خمس انا ده شد الرايه ده شد الرايه هذا خليج انا اخذته وحكي ترى ما راح يلعبوا لنا بالعباس بدنا سيدنا ما يطيح لها 5 اسمعني يا سيدي لها 6 لها 6 شد الرايه كويس اعطيني 5 سبحتك انت حط الجيب وقف عندك فلوس انت على التصدير وعلى حشام غريب وصل على السيد عادل ابغى يقبل وامشى صفور وبالخدمه هذا الحكي شد عليه رايه وهذا العدي شد الرايه عليها هذا الحكي يتصرفوا بكيف وانا قاعد حاله شد الرايه ده شد الرايه شد الرايه عزيزي رايه العباس على الستر وعلى الاتفاق وعلى الاتفاق وعلى التنازل. نعم رايه يشدها ابو صبر على الامان وعلى التنازل. انا هكذا بارك الله على الغريج يشدون الرايه على الوفاء وعلى التنازل. اسمح لي بس الغريج نكملوا فلوسهم باليوم بشهر تنازل معدي. عدي فلوسهم عدي لا يعطون دينار تنازل معدي. الغريج يشدون الرايه للاربعه يتنازلون العاده. الاربعه جايين يعني يقول لك ما تنازل منهم اللي يجيني ابو علاء ابو علاء موجود هنا ابو علاء ابو علاء سمعت هذا ابو علي سيد عادل عيد حتى سيد عادل. ابو علاء اسمح لي صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. واضح للجميع. آل إبراهيم آل أبو زياد يشدون الراية للأمان للغريج وتنازل. شدوه تمام ولا؟ شدوه. آل غريج يشدون الراية للوفاء وللتنازل عن العادل. التنازل آل غريج إذا قضوا فلوسهم اليوم باكر تنازلهم عندي. جيد. اسمع إذا ما قضوا فلوسهم بعد شهر يجون فلوسهم عندي تنازلهم يمي. آل غريج هسه يشدوا الراية يوم الأربعاء يكونوا يتنازلون عن العادل. واضح؟ شد رايتك؟ هاي رايتك. شد على الوفاء والتنازل. هذا طرف كظهر. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى شرف النبي والأئمة الطاهرين. من فضل العباس بن أمير المؤمنين إلى أماتكم جميعا. روح المتوفي رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على